بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية خور عبد الله، الكويت تحذر من إعلان أسماء مسؤولين عراقيين متورطين بالرشاوي. الكويت حذرت من إعلان بعض المسؤولين العراقيين اللي متورطين بالرشاوي، وهذا أثار مخاوف لدى بعض المسؤولين العراقيين بعد أن قررت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة بغداد بعدم دستورية خور عبد الله. الكويت أعلنت طبعا رفضها التام لهذا القرار لكونه صدر من جهة واحدة وهو العراق. راح نشوف قرار المحكمة الاتحادية العليا اللي صدر طبعا بخصوص خور عبد الله، ونشوف البيان اللي صدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا. قررت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 في الدعوى المرقمة 105 وموحدتها 194 اتحادية 2023 الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013. وذكر مراسل المحكمة أن المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة 61 رابعا من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ونائب كويتي عن قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله ليس له قيمة على المستوى الدولي. قال النائب الكويتي عبد الكريم الكندري أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت ليس له قيمة على المستوى الدولي، وأضاف أن القرار لا قيمة له على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديدا ما يتعلق بالعلامة البحرية 162. وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالإضافة لكونه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة. ومن جانبه قال النائب بدر الملا أن ذلك يستوجب رد فعل واضح من الحكومة وتحديدا من وزارة الخارجية. وأضاف سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي. وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق حكما يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.